يا سنة تالتة عاملين ايه؟ دي الخطة اللي احنا اتفقنا عليها وان شاء الله تبقى خير وتلتزموا بيها، وصدقوني لو التزمتوا بيها هتريحكم جدا جدا. انا حبيت انزل لكم الفيديو الاول عشان لو شفتوها هتوه فيها، فانا فهمكم انا قصدي ايه والحاجات الاختصارات دي عشان الدنيا تمشي مظبوط. بصوا، هي مبدئيا الخطة معمولة 9 شهور من شهر 7 لشهر 3، وانا هفهمكم الشهور الاخرانية دي انا ما عملتهاش ليه. الخطة هتبدأ من شهر 7 يا جماعة، بخصوص ان انا قلت ان هو ابدأوا بدري ومتخافوش مش هتتعبوا وكده. اللي عايز ياخد بنصيحتي تمام، اللي مش عايز خلاص يخليه زي ما هو. يعني انا فوجئت ان الناس داخلالي تقول لي لا وتهاجمني ان هو اللي انا عملته ده غلط. طب خلاص، اللي انا عملته غلط ماشي، انا عملته غلط وانا دلوقتي السنه خلصت وانا دلوقتي في كليتي، وانت عايز تسمع الكلام نفذه، مش عايز خلاص. يعني ده مجرد انا بديكوا خبرتي وبديكوا اللي انا عملته بدون زياده بدون نقصان، عشان انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني خالص. عايز تبدا بدري ابدا، مش عايز انت حر. بس انا يعني بقول لكم الانسب وبقول لكم اللي انا شفته صح. على فكره، حكايه انك هتتعب دي الكلام ده اتقال لي وانا قدكم. كان في دكتور كان بيقول ان هو رابعه بشري، كان عامل جروب كده، وبعدين قال لي يا جماعه ما تبداوش الا في شهر 8 او 9، وهو كان نظام قديم. فانا قلت لهم يا جماعه احنا نظام جديد ما ينفعش معانا الكلام ده. قال لي لا، والكلام ده مش مظبوط، وهتيجي على شهر 4 تتعبي وبيقابلني لو شفتي كليه الطب بعينك. فيعني الموضوع انتوا عايزين تاخدوا بيه تمام، مش عايزين خلاص، لان انا مش هفتح الموضوع ده تاني خالص. بصوا بقى، بصوا، من اول شهر 7 هتبداوا ايه؟ عربي ولغه تانية وجيولوجيا وانجليش واحياء وفيزياء وكيمياء وعضويه. العضويه انا عايزاكم تفصلوها عن الكيمياء، بمعنى ان عمال ما تخلصوا الكيمياء، يعني ده العادي خالص بقى اللي هو على شهر 3. العضويه ما ينفعش ابدا معاها 3 شهور بس، يعني 3 شهور تاخدها وتراجعها، لا. العضويه شايله نص الكيمياء، العضويه تقيله، العضويه هي اللي بيلعب فيها في الامتحان. وشوفوا امتحاناتنا وهتشوفوا امتحانات 23 هيعملوا ايه فيهم في العضويه. العضويه ما بترحمش، وهي اصلا 27 درجه من اصل 60، فهي تستاهل ان احنا نفصلها عن الكيمياء. فانا عاملاها جانب لوحدها. وبرضو اللي مش عاجبه تمام، يعني انا كل ده انا بعمله ايه؟ من خلال خبرتي انا، من خلال نظرتي انا. انت شايف حاجه تانية شايف الصح اعمله. العربي اول حاجه المدرسه الكلاسيكيه ده في الادب، وبعدين الوحده الاولى نحو، وبعدين الفصل الاول والثاني قصه والسيره الذاتيه. القصه انا اعرف انها 22 فصل، والسيره الذاتيه بس ما اعرفش طول الفصول عامل ازاي، يعني ايه الفصول القصيره وايه الفصول الطويله. انتوا حاولوا تظبطوها مع نفسكم، لان احنا كانت ملغيه عندنا قصه الانجليش وقصه العربي، فانا كاتباهم كده تقريبا الفصل الاول والثاني والثالث يعني لحد الخامس كده هم اكبر الفصول، بعد كده بيبدا يقل. فاللي تلاقيه كبير اقسمه، يعني شغل الدنيا مع نفسك. اللغه الثانيه اليونت 1 هم تقريبا كده كل اللغات هم 4 يونت. فيونت 1 لو انت فرنش مثلا او كده. الجيولوجيا باب اول، الانجليش تاسيس. الانجليش شهر 7 وشهر 8 اشتغلوا تاسيس ليه؟ لانه انتوا ما تضمنوش المنهج هيتغير ولا لا. انتوا حاليا لو اشتغلتوا حاليا فانتوا بتشتغلوا في فتره الاجازه، وبتشتغلوا يعني نقول كده في فتره غير شرعيه عندهم. فانتوا لو لغوا المنهج او حطوا منهج جديد وانتوا كنتوا بداتوا مالكوش ديه، بمعنى والله مالكوش ديه بجد. يعني هتقعدوا تقولوا طب احنا ذاكرنا، طب انتوا ايه اللي خلاكم تذاكروا؟ لقيت الدراسه الفعليه 1/10، فهم بقى يحق لهم يعملوا في دماغهم. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان المنهج اللي احنا درسناه مش هو اللي دفعه 21 درسته. فهم منهج الانجليزي بقى لهم حوالي 5 6 سنين كده عمالين يلعبوا فيه، فاشتغلوا تاسيس، والتاسيس مش هيخرج عن المنهج. يعني هم مش هيغيروا الجرامر ومش هيغيروا اللي هو السكيلز زي الايساي والسي في والكلام ده كله. والفوكاب اللي انت هتحفظها من المعاصر جيت ريدي ده هتفيدك بعدين، فهو مش تضييع وقت. بس 7 و8 للاحتياط احنا هنفضل تاسيس بس. بعد كده الاحياء دعامه وحركه، وبعد كده الفيزياء فصل اول والكيمياء فصل اول عادي جدا خالص. العضويه هتاخد لي اول درسين. الدرس الاول اللي هو بيتكلم عن مقدمه للعضويه، وده سهل جدا خالص، يعني ممكن تقعد عليه في قعده تخلصه. بعد كده الالكانات هي سهله برضو، وكل حاجه تاخد منك من 4 ل5 ايام، فالموضوع سهل يعني. وانا نسيت هنا اقول لكم ان الجمعه مراجعه، يعني الجمعه تقعد كده مع نفسك، خلصت حاجه الاسبوع امسك بقى الاحياء انا خدت فيها ايه الاسبوع ده، خدت كذا وكذا وكذا وكذا، اقراهم قرايه سريعه، اللي فايض من الحل حله. المهم ايه؟ ان اذكر مخي، لان مخي بينسى ولازم يتذكر كل مره. بجانب ان احنا في مراجعات، يعني في هنعمل مراجعات على المنهج واحنا شغالين، بس الجمعه ده لا غنى عنه كده. شهر 8 بقى مطلوب منك تخلص الرومانتيكيه
والوحده التانية نحو، والفصل الثالث والرابع. والله الجدول بسيط وانا مش متقل عليكم خالص، بالعكس انا عارفه ان في ناس هتزود وهتبقى حلوه انكم تخلصوا بدري، واللي عايز يعمل حاجه اكتر يعمل، اللي شايف نفسه يعمل حاجه اكتر يعمل، بس ده انا بديكوا البيزك يعني. الجيولوجيا هتاخد لي باب تاني، الانجليش برضو هنفضل تأسيس، اللغة التانية يونت 2، احياء تنسيق هرموني، الفيزياء الفصل التاني، والكيمياء الفصل التاني. طيب والعضوية ما قبل البنزين. ما قبل البنزين ده يعني ايه؟ يعني انت هتوصلي للبنزين، هتخلص الالكانات، هتدخل على الالكينات والكاينات، درسين فانت هتخلصه. والله يعني شوفوا جدول بسيط جدا. بصوا بقى هنا، انا مديك ايه؟ ادب ونحو، والفصل الخامس والسادس قصة، وتتعلم ازاي تحل قراءة. يعني ايه؟ تدخل مثلا على البلاي ليست بتاعت استاذ وليد محسن، هتشوفوا ازاي بيعلمك تطلع العنوان بتاع الفقرة، المفهوم او الغرض من الفقرة. الحاجات دي كلها لازم تتعلمها عشان تعرف تحل قراءة صح، وازاي تعرف تقرا كويس وبتركيز. لان ناس كتير قوي من دفعة 23 كلموني قالوا لي ان القراءة كان فيها اسئلة كتيرة خدعة، فانت لازم تتعلم على الحاجات دي. فانت تتعلم اهو وتدرب نفسك بسرعة. بعد كده دخلنا على شهر 10. الجيولوجيا هتاخد نص الباب الرابع، يعني احنا هنا كنا وقفنا ايه؟ عند الباب الثالث، او انا يا ربي ما كملت الشهر 9. طيب جيولوجيا الباب الثالث، وانجليش بقى تبتدي، يعني قالوا هننزل لانهم كده على شهر 9 هيقولوا هيتغير او هيفضل ثابت. فهتاخد يونت 1 و 2. تمام. على فكره اليونت المفروض هي بتخلص على حوالي 15 يوم، يعني اليونت 1 و 2 حاجه مناسبه جدا جدا وما تكترهاش، وما تستكترش انك تقعد تعمل التاسكات دي، لان هي مش حاجه والله، السنه عايزه شده كده وهم. العضويه هناخد البنزين ومراجعه اللي فات بقى، يعني البنزين ده درس تقيل شويه، بس انا مدياك فرصه ايه؟ تراجع على اللي انت خدته في شهر 7 و8 و9، عشان العضويه بتتبخر زي ما قلت لك. انت هتراجع يوم الجمعه، انت خدت اهو ماشي بتاخد، هتراجع يوم الجمعه. احياء هتاخد نص التكاثر كبير فانا اسمه لكم، ومراجعه الفصل الاول والثاني. يعني انت خدت اهو دعامه وحركه تنسيق هرموني، هتراجعهم في شهر 9، طبعا ده جانب مراجعه يوم الجمعه. طيب الفيزياء نص التالت برضو فيزياء كتير وكبير ومعلوماته كتيره. وعايزه اقول لكم على حاجه، يعني لما تلاقوا حاجه صعبه او كده ما تزهقوش، كل حاجه بتيجي بالتكرار وكل حاجه بتيجي بالحل. الحاجه في الاول كانت بتبقى صعبه وصدمه، عشان كده بقول لكم ابداوا بدري. يعني انا قلت مش هتكلم وبتكلم تاني عشان انا قلبي على مصلحتكم والله. كل ما تبداوا بدري كل ما هتهضموا اكتر، وكل ما مش هتتزنقوا في الاخر. كيمياء نص التالت، لان التالت برضو كبير، مش عارفه التالت في كله كبير ليه. كيمياء نص التالت، وهناخد التدريب على مسائل التاني. يعني الفصل التاني فيه جزء نظري وجزء مسائل. الجزء النظري انا عارفه انكم هتهضموه بسرعه، جزء المسائل هيحتاج سنه، وعلى فكره جزء المسائل ده اللي داخل فيه المولاريه والمولاليه والكلام اللي انا اتكلمت فيه. والكيمياء الفصل الثالث فيه جزء نظري اللي هو بتاع التفاعلات الطارده والتفاعلات المصه، اللي انا نزلته لكم برده في ايه في الملف اللي انتوا خدتوه من على اليوتيوب. المفروض الاثنين دول مع بعض، اللي هو هتدرب على المسائل الثاني وهتاخد الجزء النظري في شهر 9. واللغه الثانيه انت خلصت اليونت 1 ويونت 2، هتاخد يونت 3، يعني اللغه الثانيه هتخلص في 4 شهور. شهر 10 هتاخد الجيولوجيا مراجعه 1 و2، اللي هو الباب الاول والباب الثاني. انا اسفه يا جماعه على النوتيفيكيشنز دي. هتاخد الباب الاول والباب التاني مراجعه، وهتاخد نص الرابع، لان الرابع شويه كبير، وكمان انا مديك معاه الباب الاول والباب التاني تراجعهم. طبعا الباب الاول فيه السلم الجيولوجي، يعني هتكتئبوا منه، بس يعني هقول لكم ان هو ما جاش في الامتحان عندنا خالص، ما جابش سيرته خالص، ومش موجود في كتاب المفاهيم، خدوا بالكم يعني ما تضمنوش كده، هو مش موجود في كتاب المفاهيم. فايه يعني اهدوا على نفسكم وخدوه واحده واحده، ما تخافوش، يعني هو مش صعب قوي. الانجليش هتاخد اليونت 3 ويونت 4 وشابتر. خلينا متفقين ان القصه كانت ملغيه من عندنا، وانا اصلا ما اعرفش انتوا بتدرسوا قصه ايه دلوقتي في الانجليش، فانا ما اعرفش يعني ايه، ولا العدد الشباتر بتاعتها ايه، ولا ايه كبير وايه صغير. فانتوا بقى نظموا مع نفسكم. انا كاتبه لكم شابتر. هي اعتقد انها ممكن ما تخرجش عن 6 شباتر، والشابتر ممكن يكون كبير شويه فيتقسم على 2 فهتاخدوه مع اليونتس حلوه. فشوفوا بقى انتوا ايه وظروفكم، بس برضه استنوا لانه ممكن يطلع لكم بفكره جديده ان هو مفيش قصه مثلا او كده. يعني اللغات دي خدوا حذركم منها شويه، خدوا البيزك الاول. العربي هتاخد ابولو، هتاخد الوحده الرابعه ونص الخمسه، ان الخمسه كبيره، الرابعه مش كبيره قوي. الرابعه بتتكلم عن البدل والحال والكلام ده كله، الخمسه لا بتتكلم عن النونات والكلام ده كله، فالخمسه كبيره. وتاخد الفصل السابع والثامن والتاسع قصه. انا فاكره ان التاسع كان صغير جدا، يعني ده اللي انا فاكراه، لان برضو عديت على القصه كده ما كنتش مأمنه لهم. والاحياء هناخد نص الثالث اللي هو الباقي بقى،
احنا كان خدنا نص فوق، ناخد النص التاني تحت ومراجعه عليه بقى، لان التكاثر لما بتيجي في الاخر بتحس ان هو بهوأ منك وكل معلوماته راحت، فانت بقى بتقعد لي قاعده حلوه كده تلمهولي عشان ما تسيبوش تدخل على المناعه وترجع تعيط من المناعه والتكاثر في نفس الوقت. الفيزياء تاخد باقي التالت وتفرمه برضو، لان الباب التالت فيزياء كبير جدا وهو عليه تقريبا كام 18 درجه، فهو اكبر الفصول يعني. الكيمياء برضو باقي التالت لانه كبير وتقريبا عليه برضو جزء كبير من الكيمياء العامه. واللغه الثانيه اليونت 4. والعضويه هتاخد لي الكحولات بس، يعني هو درس الكحولات بس، يعني مش بتقل عليكم خالص. شهر 11 جه وانت بتخلص مدرسة المهاجر، وهتخلص الوحدة الستة ونص الخمسة اللي احنا كنا خدنا نصها فوق، والفصل العاشر لل13، يعني انت وصلت للفصل ال13 في شهر 11. وهتاخد ازاي تحل تعبير، ازاي بقى تكتب موضوع كويس بفصلاته اللي هي البنكتويشن اللي فيه دي، اللي هي الحاجات الفصلات والنقطات والكلام ده كله، تعلم تكتبها ازاي. تتعلم تحل لو في لسه بيجيبوا الاسئله بتاعه التعبير اللي هي الام سي كيو دي، تتعلم تحلها. وهتاخد لي الجيولوجيا باقي الرابع ومراجعه الثالث، لان الثالث برضو عايز يتراجع كويس وفي صخور وحاجات كتيره كده. وانجليش الخامس والسادس اليونت 5 ويونت 6، والشباتر بقى شوفوا هتقسموها ازاي. والعضويه هتاخد لي الفينولات مع مراجعه الكحولات. الفينولات صغيره جدا جدا، الكحولات هي اللي هتاخد منك مجهود. بعد كده الاحياء هتخش على المناعه. الفيزياء الفصل الرابع بعد ما كنا راجعنا الثالث. الكيمياء هتاخد الكهربيه اللي هو الفصل الرابع بقى، اللي هو اخر فصل في الكيمياء العامه. خد بالك انت كده قربت تخلص العضويه وقربت تخلص الكيمياء العامه في شهر 11. المفروض انت ماشي معايا وبتراجع يوم الجمعه، يعني هتلاقي الدنيا اتظبطت كتير كتير كتير. شهر 11 هتبدا تاخد المدرسه الواقعيه اللي هي اخر مدرسه في الادب، الوحده السابعه ومكملات المنهج. في حاجه كده بعد الوحده السابعه اسمها مكملات المنهج، يعني مش فاهمه ليه ما يسموهاش الوحده الثامنه، بس هو مسمينها مكملات المنهج يعني. ومن الفصل 14 ل 17 وازاي نحل نصوص. خدوا بالكم وانت بتذاكر الادب، يعني انا مثلا ذاكرت الكلاسيكيه، هروح بعد ما اذاكر ادخل على طول على نص غربه وحنين. مين غربه وحنين ده؟ ده النص الاساسي عندك في المنهج، يعني هو المفروض الادب تاخد فيه احمد شوقي، تروح على طول رايح على النص اللي عندك في المنهج اللي هو حاطته لك اصلا، المنهج اللي يقال ان انت مش ملزوم بيه بس انت ملزوم بيه من تحت لتحت، هتقعد تذاكره. ليه تذاكره؟ عشان التعليق، عشان الجماليات والنوتس اللي فيه دي هتجيلك على نص هتطبق عليه، يعني هو هيعمل اسقاط على نص متحرر من اللي عندك، هياخد المعلومات اللي عندك انت المفروض ذاكرتها ويطبقها عليه. فما تهملوش الحاجات دي، ما تهملوش النصوص. وانت بتتعلم ازاي تحلي لي قراءه راحت فين، وانت بتتعلم ازاي تحل قراءه بص على الدروس عندك اللي هو تغيير واراده تقريبا، وفي نص كمان كده. فالمنهج اللي عندك ما تهملوش، خده بمثابه ان انت بتطبق على الحاجات اللي انت خدتها دي، يعني بتطبق على القراءه وبتطبق على الادب، يعني كل مدرسه خد النص بتاعها، والله هتريحكم وهتفيدكم جدا. طيب بعد كده العضويه هتاخد الاحماض والاستارات، ده كده خلاص العضويه كده خلصت، هي بتنتهي بالاستارات. وجيولوجيا هتاخد الخامس، وانجليش 7 و8 وشباتر، واللغه الثانيه هتعمل ريفيجن. خد بالك اللغه الثانيه احنا بادئين نراجعها من 11. وهتاخد كمان في شهر 12 الاحياء دي ان ايه، هتراجع التنسيق الهرموني، وفيزياء فصل الخامس، وكيمياء الفصل الثالث مراجعه. بصوا بقى احنا داخلين على السنه الجديده اهي اللي هي نص، المفروض انتوا خلصتوا نص الثانويه العامه كده، النص الثاني بقى انت داخل مخلص، يعني اغلب المواد انت بتفنش فيها خلاص. يعني العربي اهو مقال وقصه قصيره واول 3 وحدات نحو هتبتدي تراجعهم. فاضل لك الاربع فصول الباقيين في القصه، انا اعتقد ان هم صغيرين بس لو لقيتهم كتار قسمهم على تحتهم معلش يعني. الجيولوجيا هتاخد باقي الفصل الخامس واول علوم بيئه، يعني الباب الاول علوم بيئه. بعد كده الانجليش هتاخد يونت 9 ويونت 8 وشباتر برضو، واللغه الثانيه هتراجعها. اوعوا يا جماعه تخلصوا ماده وما تراجعوهاش، يعني انت كده كانك بتحطها في الباسكت، لا خلصت الماده اقعد عليها راجعها ان شاء الله ساعه، يعني ان شاء الله ساعه بجد، بس ما تسيبهاش. الاحياء هتاخد الار ان اي وهتراجع لي الدعامه، طبعا الدعامه والحركه بس عشان الكلام الكتير يعني. الفيزياء هتاخد السادس والسابع، السابع ده هو درس واحد بيتكلم عن الليزر، قعدت له قعده يخلص في 3 ايام. السادس شويه اطياف ذريه كده، هو مش كبير قوي بس كويس يتاخد مع السابع يعني. هتضغط نفسك شويه في الفتره دي بس هتريح، يعني هتريح خلاص، يبقى فاضل لك الترانزستور هتخلصه في شهر 2، فانت عايز انت كده مخلص الفيزياء في شهر 2، معاك حوالي 4 شهور تراجع فيزياء، ده غير انك كنت بتراجع اصلا. والاحياء انت كده خلصتها، تبتدي مراجعه من شهر 2. ولو حد مثلا كان اتاخر سنه وكده، بقول سنه يعني ما تقولوش ان هو عادي نتاخر، لا نتاخر سنه، معاك شهر 2 اهو، انت معظم الحاجات بتخلصها، فعندك
براح من الوقت، بس مش تعتمدوا على كده، لا احنا هنخلص زي ما الجدول كاتب وهنمشي معاه واحده واحده. انا بقول ايه لو حصلت ظروف، لو بس ان شاء الله مش هتحصل يعني. بعد كده في شهر 2 عندي المسرحيه ومراجعه تاني 3 وحد، اللي هو انت راجعت الاولى والتانية والتالتة تراجع الرابعه والخامسه والسادسه. ومراجعه القصور، اي بقى قصور عندك انت مش عارف تحل قراءه، انت مش عارف تحل تعبير مع ان احنا المفروض ضبطناه، مش عارف تحل نصوص، إيه طب الوحده دي فيها لا الوحده دي معرفش ايه، انت تبتدي تروح تراجعها. بعد كده العضويه احنا كنا ابتدينا نراجعها من شهر 1، انتوا خلصتوها اهو، هتراجعها تاني في شهر 2 وهتراجعها تالت في شهر 3. شفت انت عندك 1 2 3 بتراجع فيهم عضويه. الجيولوجيا هتاخد الباب التاني علوم بيئه وكده خلصنا خلاص. الانجليش خلصناه خلاص، الوحده 11 والوحده 12 هم غالبا بيكونوا 12 واحد، الا بقى لو هم شدوا حيلهم عليكم، بس هو ان شاء الله 12 واحد. وبعد كده اللغه التانية انت لسه بتراجعها. الاحياء، الفيزياء خلاص الترانزستور كده خلصنا. كيمياء مراجعه الباب الاول والرابع، الباب الاول صغير الرابع كويس يعني بيتلم، ف يعني دي فرصه حلوه انك تلمها فيهم. مش عايز اقسم الرابع لو ملحقتش تخلصه، انا كاتبه لك تحت برضو عشان تحسبا يعني، بس ما تعتمدش على كده يعني، زود على الجدول. خلاص بقى كده شهر 3 جه، بنكون في اول 3 مدارس ادب بنراجعهم. مراجعه باقي النحو انت كده يعني خلاص بقى المكملات وكده، او اي حاجه فيها نقصان. مراجعه القصه انت بدات تراجع قصه. اه لو في قصور انت برضو بتراجع عضويه، وانت برضو بتراجع اللغه التانية. الجيولوجيا انت بدات تراجع. الانجليش خلاص انت بتعمل ريفيو وباقي الشباتر او كده. الاحياء انت اوريدي اصلا بقالك بتراجع شهرين. الفيزياء بتراجع التالت. ليه انا قلت التالت يعني؟ اصل التالت كبير ورخم. طيب انا ليه ما كملتش شهر 3 و4 و5؟ لان دول الشهور بتاعه المراجعه المكثفه. يعني ايه؟ يعني انا خلاص كده فنشت، قفلت منهجي خلاص، بدات بقى ايه الحاجات اللي فيها ازمه او عقبات، بدات ايه يعني اخلصها كده واجيبها واركز عليها، واحل شامل واحل اجزاء واحل كتب كتير. فالفتره دي هتحتاج اعداد تاني خالص. عشان كده ال3 شهور دول هينزلوا لوحدهم كده كمراجعه مكثفه، باسماء الكتب باسماء الدروس تنظيم تاني. فال3 شهور الباقيين خطه تانية خالص منفصله تماما عن ال9 شهور دول. حاجه اخيره بقى، التزموا التزموا التزموا. ما تراكموش، حاولوا على قد ما تقدروا ما تراكموش. وفي نفس الوقت لو حصلت فلتت منكم فلتة صغيرة مش بقصدكم، وما انتوش مطنشين وما انتوش مأنتخين وسايبين الموضوع كده، لا عادي. في وقت، وانا عامله لكم الجدول، هو مش مزنوق صحيح بس يعني ضغط عليكم شويه. هتخلصوا في وقت حلو، لو مسكتوا على نفسكم هتخلصوا في وقت حلو والله، وهتراجعوا هتبقوا مستريحين والدنيا هتبقى فله، وهتعرفوا تاخدوا اجازاتكم وانتوا مرتاحين. يعني انتوا عندكم كده بعد ما خلصت انت في شهر 3 انت ممكن تاخد ريست بسيط بتراجع كده. في حد في ثانويه عامه هيقدر ياخد ريست في شهر 3؟ لا، اللي لو كان مخلص الجدول ده. حاولت اعمله على قد ما اقدر بشكل مفرح، واحط لكم فيه حاجات صغيره كده عشان تديكوا باور يعني. اللي عايز يطبعه يطبعه، اللي عايز يخليه معاه يخليه معاه، بس والله الجدول حلو ما تهملهوش. وربنا يوفقكم ان شاء الله وتبقى بدايه خير كده. استعينوا بالله وادعوا لي عشان انا تعبت فيه والله، ان شاء الله يفيدكم ويجيب نتيجه كويسه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.